تعالوا بقى النهاردة نعمل الشاورما السوري بدون تعب وبدون مجهود وبطريقة كويسة وبطريقة سهلة وبطريقة ومقادير عندنا في البيت كلنا. الشاورما السوري محبة وعاشقة الملايين والأطفال والكبار. هنعملها بكل سهولة وبكل بساطة من البيت. زي ما انتم شايفين كده، مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه من التومية والخلطة اللي فيها. جميلة جدا 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 واكتر من رائعة. لو جربتوها هتعجبكم قوي. وبتتعمل بطريقة سهلة جدا جدا وفي وقت بسيط، مش بتاخد وقت خالص. وبتتعمل مع اي عيش، سواء تورتيه او صاج او اللي هو الرقاق الطري او العيش الشامي. شايفينها كده، شايفين جميلة ازاي مع تومية جميلة جدا عليها بتبقى. واللي حابب يحط سلطة الطحينة برضو يحط، بس احنا يعني بنحب التومية اكتر فما عملت سلطة الطحينة، وهي سهلة للكل فهي بالتومية بتكون اكتر من رائعة وهتعجبكم. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي حبايبي. وزي ما تعودنا نسمي الله ونصلي على رسوله افضل الصلاة والسلام. وهنبدأ نعمل في أول خطوة في وصفتنا إن شاء الله. أنا عندي صدور فراخ، ده نص صدر. والكمية على حسب عدد الأفراد اللي انت يعني هتعملي لهم الوجبة وكده. فالكمية متروكة ليكي. ماشي. انا هاخد بقى الصدر ده، نص صدر ده هبدأ ان انا اعمله شرايح رفيعة خالص كده. انا خلصت كمية الصدور كلها زي ما احنا شايفين. انا عاملة صدرين 2 او فصين 2 او يعتبر بتاع حوالي نص كيلو. احنا هنجيب كده بولة نضيفة وناشفة وهنحط فيها الشرايح اللي احنا قطعناها دي. احنا كده جهزنا الحاجات اللي احنا هنحطها نتبل بيها الشاورما. فاحنا هنحط عليها، انا الكميه ديت حوالي يعني نص كيلو او ازيد شويه، فالمقادير اللي انا هقولها ديت من التوابل والحاجات السائله اللي انا حاطه عليها لنص كيلو. عندي ربع كوبايه زيت، زيت زيتون او زيت عادي بس يكون ما فيهوش ريحه ولا طعم، مش مستحب. وهحط كمان معلقه ونص كبيره خل زي ما احنا شايفين كده. ادي معلقه وادي نص. تمام. وهحط كمان المفروض احط كاتشب، بس اللي ما عندوش كاتشب ممكن يحط معلقه ونص صلصه ويعوض الكاتشب اللي هو ما حطهوش دوت بمعلقه سكر او معلقه ونص سكر. فانا هحط معلقه ونص كاتشب كبيره، معلقه ونص كاتشب اهي. تمام. احنا قلنا وهنحط نص واحدة زبادي، نص كوباية زبادي، نص كوباية زبادي. تمام. وعندي هنا بقى التوابل بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين كده. عندي التوابل، عندي نص معلقه، يعني انا هحط بالمعلقه الصغيره بدل ما احط بالمعلقه الكبيره بقى عشان ما نبقاش نتلخبط. عندي معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود او ابيض. اللي مش عايز معلقه ممكن يحط نص معلقه، اللي ما بيحبش التوابل كتير. وعندي يعني نص معلقه كمون. كل الحاجات دي صغيره، يعني معلقه صغيره. وعندي نص معلقه كزبره ونص معلقه بابريكا. وعندي برضو نص معلقه شطه، اللي مش عايز الشطه بلاش يحطها، اللي هي البودره او اللي هي بذور الشطه دي. وعندي برضو ربع معلقه صغيره كاري. وعندي نص معلقه بصل بودر. وعندي يعني ربع معلقه حبهان مطحون. وعندي اللي حابب دي اختياري جوز الطيب برضو نص معلقه او ربع معلقه، خليها ربع معلقه جوز الطيب. وعندي ربع معلقه قرفه برضو. وعندي ربع معلقه جنزبيل بودر. وعندي ثلاث او 4 وحدات قرنفل. وعندي الفصوص الثوم بس لسه هحطها. انا هشيل بس اللي هو المسمار او القرنفل دلوقتي لاني هحطه مع الثوم، فانا هشيله على جنب. وهحط بقيه التوابل اللي احنا قلناها دي على الفراخ زي ما احنا شايفين.
انا هبدأ بقى اقلب الخليط ده كله على بعضه واخلطه. حبيبي زي ما شفنا كده انا قلبت كل المكونات، والمفروض ان انا احط عصير ليمونة، بس تكون يعني زي صغيرة يا متوسطة، وهنبدأ برضو نمزجها مع الخليط زي ما احنا شايفين كده. في انا عندي 3 فصوص توم، وشلت زي ما احنا قلنا القرنفل، حطيتهم في الهون دوت، وحطيت معاه الفصوص التوم. فانا هدقهم وانعمهم قوي واحطهم على الخليط. وزي ما احنا شايفين كده احنا دقينا التوم والقرنفل وبقى معجون كده، فهنحطه على الخلطة بقى بتاعت الشاورما والفراخ ونبدأ نقلبها. هنبدأ بقى نقلب اللي هو الخليط بتاع التوم والقرنفل اللي احنا طحناه في الهون ده ونعمناه قوي ونقلبه. وفي كمان احنا بنحط دبس رمان بس بنخليه للاخر علشان خاطر التوابل، هو بيبقى لزج وتقيل، فالتوابل معلقة ونص كبيرة كده. خلاص يعتبر الشاورما بتاعتنا اتحط عليها كل التوابل اللي احنا محتاجينها. فكده خلاص احنا خلصناها، فهنغطيها بنايلون او باي حاجه نغطيها، او بغطا لو العلبه ليها غطا او البوله ليها غطا، وهنركنها في التلاجة. وكل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما هتدينا نتيجه احسن. حبايبي احنا كده خلاص الشاورما اتبلت، فجبنا طاسه غير لاصقه على النار وولعنا عليها النار، وهنحط لها ماده دهنيه حيوانيه يعني سمنه فلاحي. هنحط كده يعني نحاول نخلي القاع فيه جزء كبير من السمنة، ونسيبها لغاية ما تقدح خالص كده. يعتبر السمنة خلاص قدحت والطاسة سخنة قوي، فهنبدأ ننزل بجزء من الشاورما، متنزلش بيها كلها، هننزل مثلا كده بنصها. ونحاول نفردها وما نديش جنبها ولا نقلبها الا لما نشوف ان هي لونها اتغير من تحت، بعد كده نبدأ نقلبها زي ما احنا. وهي في اثناء ما كانت بتتبل طبعا ومتشاله في التلاجة، انا جهزت التوميه، والتوميه انا عملتها عندي على القناه اللي حابب يخش على الفيديو بتاعها ويشوفها. وجهزت البقدونس، والمفروض ان هو يتعمل سلطه طحينه، بس احنا بصراحه بنحب سندوتشات الشاورما بالتوميه بس، فاللي حابب يحط معاها سلطه الطحينه بيعمل سلطه طحينه معروفه طبعا بنعملها ازاي. الطحينه وعليها كمون وملح، ولو حابب شطه وحته ثوم وحبه خل وليمون، وبنضربهم مع بعض وبنفكهم بميه سخنه او ميه بارده عادي، بنربهم وبنخففهم لو محتاجين تخفيف. زي ما احنا شايفين كده احنا بدأنا بس نقلبها، ناخدها تقليبه كده. انا حسيت ان هي نشفت من تحت كده، الجزء اللي تحت، فهاخدها بس تقليبه كده. زي ما احنا شايفين كده هي بدأت خلاص خدت لون، هنبدأ نطلعها، نصفيها ونطلعها. احنا طلعنا الجزء اللي احنا كنا حاطينه اهو في الاول. زي ما شفتوا كده لونها اتغير ولونت بقت الحمار الذهبي ده. انا عايزه اقول لكم ريحه التتبيله فظيعه فظيعه بجد. في نفس الطاسه هنحط بقى الجزء التاني. هي كده شكلها تتحط على مرتين اتنين، تتحط على مرتين. هو ده زي ما احنا قلنا في الفيديو في الاول، ده حوالي يعني نص كيلو او ممكن يكونوا 600 جرام ولا حاجه. فكده انا حطيتها يعتبر على مرتين برضو زي الاولانيه. هفردها واسيبها لغايه ما تلون برضو خالص كده. هي بدات تلون، فهبدا ان انا اقلبها زي اللي فاتت دي. زي ما احنا شايفين كده خلاص احنا طفينا عليها، هي خدت اللون خلاص اهي زي الاولانيه اللي احنا طلعناها. هنبدأ نصفيها وزي ما احنا شايفين كده. انا جبت الطبق اللي طلعنا فيه، وهكون مجهزه زي ما قلنا فحمايه، وهحطها عليها في حته الفويل اللي انا حطاها ديت. فضيت مكان في النص واحط عليها نقطه زيت كده تمام، واكون محضره ورقه فويل اغطيها بيها علشان
عشان خاطر تحجز الدخان اللي طالع زي ما احنا شايفين كده. انا بس حبيت اوريكم الحاجات اللي جهزتها علشان خاطر خلاص هنحشي الشاورما. معايا البصل الاحمر مقطعاه جوانح، ومعايا الخيار المخلل مقطعاه رفيع برده، معايا البقدونس ومعايا البطاطس ومعايا التوميه. فالحاجات دي كلها انا حبيت اوريها لكم. دي مجهزاها كانت على بال ما الشاورما تتبل. فهنجيب العيش بقى دلوقتي وهنبدا نحشي. بصوا حبيبي، انا هعمل الشاورما بعيش الصاج اللي هو عيش الشاورما. ممكن نعمله بعيش التورتيه، وممكن نعمله بالعيش الشامي او العيش اللبناني. يعني المهم يكون اي عيش رفيع. بس في ناس بتحب تعمله في عيش كايزر، زي الاطفال بيحبوا ياكلوا الشاورما في عيش كايزر. فهو ماشي في اي عيش، العيش متوفر عندك تعمليه فيه. طبعا اول حاجه هعملها ان انا هجيب التوميه. تمام، توميه واحشي بيها الساندوتش. شايفين كده انا فردت التوميه، وحاولت ان انا ما اجيبش على الاطراف، لان كده كده انا هتني الاطراف لجوه. وهبدا اجيب الشاورما واحطها كده واوزعها كده، افردها. تمام كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده ابدا اجيب شرايح البصل اللي انا عاملاها اهي كده. تمام، واجيب البطاطس، احط كام بطاطسايه برضو، واجيب الخيار مقطعاه انا رفيع، هو كان مش رفيع قوي كده بس انا قطعته رفيع، كام خيارايه كده. وبعد كده نبدا بقى ان احنا نتنيها كده ونجيبها كده عشان نقفل الجوانب بتاعتها. تمام، ونبدا نلفها بالراحه، لان العيش دوت بيبقى رقيق جدا 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 كده زي ما احنا شايفين. نحاول نجيب بس حبه توميه هنا على الحرف ده عشان يلزق بسهوله وما يتفكش مننا كده. كده يعتبر خلاص. كده احنا قفلنا اول واحد. انا كده جبت تاني رغيف، بس علشان بس مقطوع كمان من الحرف ده فما فيش مشكلة يعني. فانا تنيت الحرف ده لجوه، وهبدأ برضو ان انا اجيب التومية وادهنها فيه برضو زي الاولاني، واحاول ادهن الطرف اللي هو بيبقى في الاخر ده علشان خاطر لما نيجي نلف الرغيف يمسك يعني في بعضه ما يتفكش. هنحط برضو كام بصلايه برضو اللي احنا قطعينها جوانح دي زي ما قلنا كده. مش يعني الشاورما بتتعمل يعني يعتبر في معظم العيش يعني، حتى الرقاق الطري ممكن ان هي تتعمل بيه وبيبقى حلو ومملوك عندها، يعني بيبقى ماسك نفسه شوية. غير العيش الصاج ده بيبقى خفيف ورقيق جدا، فبتبقي حذرة وانتي بتعمليه كده. تمام، انا حطيت الحاجات كلها هي الشاورما والبصل والبطاطس والخيار. هنبدأ بس نجيبه بس من الجنب هنا شوية دي كده، ومن الجنب هنا شوية، ونبدأ نلفه برضو. وانا الرغيف ده ما حطيتش فيه تومية كتير زي الاولاني، عشان حسيت ان انا زودت شوية تومية، فالعيش رفيع ورقيق جدا، فحسيت ان هو لا كده كتير التومية يعني زي ما بنقول كده هيبشنن. فكده كده احسن. كده تاني واحد اهو انا عملته. تمام، فانا هكمل بقية الكمية وارجع لكم. بس انا حبيت اصور معاكم بقى اخر رغيف. تمام اهو قدامكم اهوت بنتنيه. احنا اتفقنا من بعد اول واحد اما شفته كده غرق في شبر ميه، ف قلنا نتنيه من هنا كده، ونحط بس التومية على الجزء اللي هو بيتحط فيه الشاورما. وبعد كده نحط الشاورما زي ما قلنا على الاطراف علشان خاطر تمسك حلو لما نيجي نبرم الرغيف، تمسك حلو. لان هو العيش الصاج ده
يعني رفيع ورقيق بزيادة يعني. بس هو بصراحة يعني أحلى طعم في العيش كله اللي بيتعمل بيه الشاورما بصراحة يعني. فآخر حبة شاورما بقى هننزلهم ونعمل بيهم ايه الرغيف الأخراني ده. نحاول ننزل البهاريز اللي في الطبق دي اللي نازلة منها من التتبيلة طبعا ومن الفراخ نفسها كده. كمان هنفردهم بقى زي ما اتفقنا كده بالطول، وهنحط بقى الحاجات التانية عليها. برضو اخر حبة بصل اهو نحطهم بقى بالمرة كده، هما يدوبك يعني كتر شوية كده بس مش قوي يعني. تمام. ونحط البطاطس لسه فيها شوية، مش هنحط كتير بقى عشان يبقى السندوتش مش مكلكع قوي ينفجر ولا حاجة. نحط الصوابع الخيار المخلل، ونحط كمان الرشة بتاعة البقدونس، رشة البقدونس اهي. بعد كده نبدأ نقفله بقى، هنجيبه من الجناب كده لغاية بداية ما احنا حاطين، ونيجي نتنيه برضو كده ونتننا نلفه رول كده لغاية ما نوصل للنهاية. وفي النهاية بنجيب حتة تومية بندهنها في الأطراف هنا عشان خاطر زي ما اتفقنا ان هي ايه تلزق في الرول، يلزق في بعضه ما يفكش مني ولا وانا بحمصه ولا وانا بقفله يعني بعد ما اشيله كده. هو كده ايه يلزق تمام زي ما احنا شايفين كده. وده كان اخر رغيف عملته. بعد كده يلا بينا بقى عشان نروح نحمصه او نحمره في السمنه. انا حطيت على النار نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها الشاورما وحطيت فيها معلقه سمنه بلدي، وهستنى برضو لما السمنه والطاسه يسخنوا قوي وهبدا احط فيها العيش اللي احنا عملناه اللي سندوتشات الشاورما كده. خلاص السمنه يعني يعتبر سخنت والطاسه سخنت. انا هبدا بقى ارص هنا السندوتشات اللي انا عاملاها اهي كده على حسب بقى ما الطاسه تاخد 2 أو 3 اهو. والله السندوتشات كبيره قوي. نحط ده بس كده ونستنى عليها، نستنى عليها لما تبدأ بقى تحمر كده وتقرمش من تحت لونها يبقى ذهبي حلو كده. نروح قلبينها على الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده، احمرت من الجنب اللي كان تحت وقلبناها عشان تاخد نفس اللون من الجنب اللي كان فوق، وبعد كده نطلعها. بدأ برضو الجنب اللي تحت ياخد اللون زي ما احنا شايفين كده. ممكن نقلبها على الجنب دوت كده يبقى عشان تبقى من ال4 جناب كده ايه واخده اللون الذهبي من ال4 جناب. هنبدأ نقلبها على الجنب التاني، خدت اللون اهو. نبدأ نقلب الجنب التاني كمان اهي السمنة كلها. فهطلع دول واحط حتة سمنة. انا حطيت كده حتة سمنة كمان، هبدأ اوزعها بس في الطاسة عشان تبقى في كل الجوانب كده. برضو هبدأ اقلبهم خلاص بس احمر من الجنب ده يبقى على الجنب التاني. حبيت بس اسمعكم القرمشة بتاعة السندوتشات. وزي ما احنا شايفين دي كانت نتيجة السندوتشات الشاورما السوري والتومية طبعا. فكانت نتيجة فوق الممتازة، طعم وريحة وشكل كده يعني بيتكلم عن نفسه. والقرمشة بتاعت السندوتشات انا سمعتها لكم سامعين، مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه. وهنشوف منظر السندوتشات عامل ازاي زي ما احنا شايفين كده. شايفين الحشو بتاعه، شايفين المنظر اهو، الخيار والبطاطس والبقدونس باينين
بجد طعم ولا احسن ولا اروع من كده، احسن 100 مره من الشاورما الجاهزه، وانضف وارقى، بمكونات كلها انت عاملاها بايديكي وعارفه انت حاطه ايه. فجميله جدا لو عملتوها والله بنفس الطريقه هتعجبكم جدا. فبتمنى ان يكون الطريقه والفيديو يعجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم في تعليق، وتعملوا لي لايك وسبسكرايب ويعني تكتبوا لي كلمه كويسه تشجعني، عشان يوصلكم كل جديد من قناتي مسك وعنبر. مع السلامه.